السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا، حيا الله جميع الإخوة والأخوات، حيا الله جميع متتبعي ومتتبعات قناة المعلم إبراهيم. إذا كنتي أول مرة غادي تشرفنا في القناة ما تنساش تدعمنا باشتراك مع ترك التعليق محفز، ولا تنسى علامة الإعجاب وتفعيل الجرس، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم مسبقا. فيديو جديد إن شاء الله فيما يتعلق بالتركيب ديال الزليج. دائما في الزليج الفاينس، وخصوصا الفاينس ديال الكومباكتو 60 على 60 أو 60 على 120 أو 8 على 80. بعض الأخطاء اللي كيطيحوا فيها بعض الحرفيين هو أنهم بمجرد ما كيديروا اليوم الفورما لغد ليه تيبداو يحطوا الزليج سواء بالكولا أو السيما. في جميع الحالات في كلا الحالتين هذا خطأ. علاش؟ أولا الفورما تيخصها تكون دوز عليها 24 ساعة على الأقل في حالة ما إلا كان الجو سخون، يعني في الفصول ديال الصيف، و 48 حتى 72 ساعة في حالة ما إلا كان الجو برد، خصوصا في الأيام ديال الشتاء. علاش؟ لأن الفورما تيخص السيمة بعد أصلا هي توصل لمرحلة التصلب، تيخصها هي تصلب تقصاح، تيخص توصل لمرحلة، وبهذه المرحلة هذه تيخص يكون خرج منها الماء كامل أو خرج منها الندى، وهذا ما كيمكنش يخرج فيها حتى هاد الخاصيه هذه بواحد الوقت قصير، لا بد من واحد الوقت طويل. اقل هذا الوقت هو 24 ساعه. علاش خصها تكون ناشفه وتكون قاصحه؟ لاسباب عديده. اولا اذا صبحتي تتمشى فوق الفورما لا غد ليه كطيب كتفرتت، داك الضغط ديال الثقل ديال الرجلين تيعاود يطيبوها وكطيب وكتولي كترجع بحال الرمله، وهكا ما كتبقاش مازال تصلب. حتى لو حطيت عليها الفاينس بالكولا فهذا ما كيعنيش انها صحيحه، هذا غير القشره او الجلده ديال الفاينس الفوقانيه. الفاينس هي اللي كتبقى شاده سميتو، ولكن من التحت كيبقى الفاينس كيبومبي، وكان الفاينس كيكحب وتيبومبي ما كيبقاش يشد مزيان. ثانيا السيمه الفورما كتكون باقا ما نشفتش، هذا معناه ان السيمه باقا كتطلق اللون ديالها. في بعض الانواع ديال الفاينس ديال الكومباكتو، خصوصا اللي فيه البسكوي ديالو بالبات بلونش، يعني بداك الخلفيه ديالو بيضاء، تيشرب اللون من تيجبد اللون من السيمه، وهكا تيطلع في الفاينس واحد التبرقيع وواحد البقاعي تيبانو كانه توسخ او كانه دبغ. وهذه الحاله هذه هي كتوقع اما في الساعه اللي كتكون الفورما ما نشفاش مزيان، ما نشفاش وباقي ما تصلباتش، او الى تحط هذا النوع هذا ديال الفاينس بالكولا، ماشي كولا بيضاء، تحط بالكولا اللون ديالها الكري، فهي اللون ديالها كيأثر على الوجه الخارجي ديال الفاينسه، لان هذاك البات بلونش ديالو هو تيشرب اللون. ثانيا علاش الفورما تيخصها تنشف مزيان؟ باش يوقع واحد الاحتكاك بين الماده اللاصقه والفورما وما تفرتش الفورما. لا بد تيخص الفورما تكون ناشفه مزيان، يكون فايت عليها 72 ساعه او 48 ساعه على الاقل، وبهكا الساعه اللي كتكون كدير الكولا او كتجر الفرشيطه تيقع واحد الاحتكاك ديال الكولا او الماده اللاصقه وبين الارضيه الصلبه اللي من طبيعه الحال خصها تكون مشطبه وتكون نقيه، وهكا تيوقع الالتصاق وتيوقع عمليه الالتصاق بين الفاينسه وبين الارضيه اللي هي الفورما، لكن بواسطه ديك الفورما. في حاله ما الا كانت الفورما ما ناشفاش، الساعه اللي كتكون كتجر الفرشيطه ولا كتجر هذاك الطروش اللي كنديروا به الكولا، تيبدا السنان ديالو كيحفروا في الفورما، وهكا تيزيلوا واحد الطبقه اللي تيخص تشبت فيها الكولا وما كتشدش. صحيح انك كتحط الفاينسه كتضاميها، لكن في الاصل هي ما شداش في الارضيه، ما شداش في السيبور، لان الفورما هي في جميع الحالات هي واحد السيبور اللي غادي يجي يهز هذيك الفاينسه. الا كان السيبور ضعيف، معناها ان جميع المسائل اللي يمكن تحطها في قلنا، سواء جليس سواء لاموزيك سواء اي ماده كما بغات تكون، ولو تكون غير سليسه، فراه ما غتكونش شاده، غادي تنوض وغادي مع المده. الحاجه الوحيده اللي كتخلي الفاينس انه يبقى واخا نايض كيبقى في الارض
هو الساعه اللي كدير ليه المسيك في الجوان وكيبقى مبلوكيه. اما في الاصل في الحقيقه هو راه ما لصقش. وهذا أهب بإخواني الحرفيين أنهم انتبهوا لهذه المسألة هذه، لكي أولا ما تضيعش المجهود ديالهم هما في العمل، ثانيا ما يضيعش صاحب الأعمال في المجهود ديالو أولا، ثم فلوسه وينال النتيجة اللي يمكن ليه ترضيه. كيف كتشوفوا هنايا الفاينس 60 على 60 ضروري تيخصو جوج فرشيطات، ضروري تيخصو يكون عنده جوج ديال لي شارج، واحد في الارض وثانيا الظهر ديال الفاينصه خصها ضروري دار ليها الكولا باش يوقع واحد الالتصاق، وداك تلاقى داك الكولا مع الكولا الاخرى اللي في الفاينصه اثناء ملي كنضاميوها والساعه اللي كنبقاو نضربوا الفاينصه كيوقع واحد الفيبراسيون وكيوقع واحد الارتجاج هو اللي كيخلي تلاحم داك الفاينصه. الادوات اللي كتشوفوا هنايا هي ادوات ديال تقويم الفاينص، لان 60 على 60 وهذا ضروري انتبهوا للاخوان ان الفاينص ديال 60 على 60 الكومباكتو بالضبط راه تيكون فيه العوجيه. الحل الوحيد باش يمكن ليه يتقاد وباش تجي الارضيه مستويه هي ان دير ادوات ديال التوجيه اللي هما هادو ديال سميتو، هما فيهم انواع كثيره بزاف، كل على حسب المستطاع ديال كل واحد وعلى حسب الموجود عند كل واحد. الاهم هي ان النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون جيده. ثم ان الفايونس من 45 او من 60 على الاقل هو من الفايونس اللي كيركب وحده بوحده، يعني ما كيمكنلكش دير البيت كامله او لا دير واحد المسافه طويله ديال الكولا عادي يبقى لها تحط، لان خصك جوستي كل فايونسه جوستيها بوحدها، تقادها بوحدها، تلصق ليها الجوانت ديالها. بالنسبه لهذيك البلاستيكات اللي كنقيديو بهم هما فيهم بزاف ديال الاحجام، انا فضلت انني ندير نص مليم اولا باش الغرض هنايا هو انني نقوم اولا نقاد الفاينصه اللي عوجه، والجوان يجي شويه صغير ما يجيش كبير. السبب ديال استعمال الكولا البيضاء ومع مخلوطه بالسيره البيضاء هي باش ما يوقع حتى شي تاثير على وجه الفاينصه، ما تشربش اللون الكري او توسخ وتبقى على وجهها، وفي الاخير تكون النتيجه ايجابيه. كانت هذه نصيحة اليوم في حول تركيب ديال الشليج، نتمنى انني نكون فدتكم بإفادة باينة، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم على المشاهدة. إلا وصلتي معنا لهذا المستوى هذا ديال الفيديو نتمنى انك تدعمنا بلايك ومع ترك تعليق محفز، وما تنساش تفعل الجرس ليصلك كل جديد، وبقى معنا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم لترى النتيجة النهائية. وشكرا لكم جميعا.